نفس الوضع هذا يحدث لفريق النادي الأهلي السعودي، يحاول أنه ينقذ الموسم بطبيعة الحال. ضاعت البطولات، ذهبت البطولات في الدوري، ذهب إلى الهلال وأتى النادي الأهلي في المركز الثاني. نفس وضعية نادي السد، يحاول أن يبحث وأن ينقذ الموسم من خلال وصوله طبعا أولا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا. إذا صفرة البداية سوف تأتي من قبل حكم المباراة السيد كريستوفر جيمس الأسترالي، سوساوي ميليغان الأسترالي. محاولة السد، كرة تحولت عالي بسعد الشيب، بحامد إسماعيل، بأحمد سهيل، بمحاولة السد من اللاعب الكبير شابي، وقد وصل الآن إلى سن 38 سنة. جول 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 جول! عيال الزعيم من بدري، عيال الذيب من بدري، الزعيم من بدري كاد أن يسجل الهدف الأول قبل قليل. يأتي الآن وفي الدقيقة الثانية على بداية المباراة يتمكن المباراة الحاسمة ما بين الفريقين وصولا بعد ذلك إلى الدور ربع النهائي. في صفرة من قبل حكم المباراة. اليوم عندنا السوراليين في الملعب، عندنا السيد كريستوفر جيمس حكم المباراة، وعندنا أيضا اللاعب الأسترالي. كرة المقطوعة ومرة أخرى الفريق القوي يظهر، يتألم، عطى فرصة تسجيل الهدف الثاني. الكرة تحول ولكن يرفضها حارس المرمى محمد العويس. الكرة المرتدة السريعة، العويس حارس مرمى فريق النادي الأهلي السعودي. ممكن الثاني التسديدة، ولكن الكرة المقطوعة ومرة أخرى الفريق القوي يظهر، يتألق، يسجل الهدف الأول، يضيع فرصة قبل قليل من دوري أبطال آسيا. تأتي الجماهير القطرية لمؤازرة كل الفرق القطرية. وتحيل مباراة مرتقبة. عبد الكريم حسن يتقدم ويرسل للزيادة. الضربة الركنية لعبت عالية، الرأسية حاضرة بطولات على الدوري، على كاس قطر. محاولة السد لعبت وتحولت سنوة 18، واحد من الفرق العربية طبعا المتأهلة والحاضرة في المونديال القادم. في خطأ لمصلحة نادي في هذه المباراة فترة بسيطة جدا، والتسديدة الحاضرة ليرفض الكرة سعد الشيب، وبالتالي التحول إلى خارج أرضية الملعب. أهم مصلحة النادي الأهلي، خطيرة الضربة الركنية طبعا، التحول الكرة الرأسية إلى خارج أرضية الملعب. ردة الفعل من جانب النادي الأهلي السعودي بتسديدة صالح لعمري والجولات والكرات. قوة فريق نادي السد لا زالت الحقيقة تفرض نفسها، والأقرب حتى لتسجيل الهدف الثاني في المباراة. تسديدة ومحاولة أخرى من اللاعب المتقدم أمامك لاعب النادي مع القطري حسن الهدوس، مع القطري يتفوق الأهلي، ولاعب نادي السد ينقذ المرمى ومحاولة الأهلي الكرة الخطيرة جدا أصبحت أخطر. التسديدة ولكن تدخل. شوف الآن يتفوق الأهلي، الآن يتقدم والضربة الركنية اللعبات والتسديدة. الله الله الله! المقهوي كاد أن يسجل، والنادي الأهلي في 3 مناسبات في اللحظات ومرة أخرى عبد حلوة من عبد الكريم حسن إلى شافي، تمرر وتسديدة الحظ. أهداف أخرى غير الهدف الوحيد وصلت الآن للسد. جول بو علام عنده العلوم الزين اليوم، بو علام عنده العلوم الزين اليوم. هدف بالقدم وهدف بالكرة الرأسية، وعلام يأتي بالعلم الجميل. فريق نادي السد بتسجيل الهدف الثاني. ليش؟ لأن في ضغط أهلاوي كان السد وتحيل، والتسديدة أمامك الآن لمصلحة النادي السعودي. اللعبة الضربة الركنية مرة أخرى تأتي تتواصل، ورغبة السد. ممكن الثالث الله! الثاني كان هو الأفضل. يحاول الآن من خلال هذه اللقطة الرأسية. حلوة.
حلو قوة الضاربة، وفريق عنده إمكانية أن يسجل في الداخل وفي الخارج. والتسديدة الحاضرة، شوف في هذه الدقائق النادي الأهلي، ونتذكر شوف محاولة الأهلي الفريقين، شوط جالسين نستمتع فيه ما بين الفريقين، لهم مستوى أفضل من المستوى اللي جالسين نشوفه. محاولة الأهلي الكرة الخط القطري، وحتى في هذه المباراة التقدم وتقدم الأهلي، لكن الكرة طولها لاعب النادي الأهلي، وخطورة الأهلي تبان أمام عفيف، يمكن الهاتريك، يمكن محاولة السد، التسديدة والفريقين. الضربة الركنية عند شافي، وبعد ذلك الكرة تحول من بغداد بنقو في دوري أبطال آسيا اللي هو فريق نادي السد. التسديدة أمامك لمصلحة النادي الأهلي، الكرة قوية تمر إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ معي تسديدة أخرى النادي الأهلي، محاولة النادي الأهلي إلى الأمام، محاولة المرور لمصلحة النادي الأهلي، اللعبة يبعد، تبقى محاولة النادي الأهلي. وصلت الآن في الجهة اليسرى، تحول عالية، والثواني الأخيرة للوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة. التقدم السعودي، ونجاح يتقدم، يلعبها في الصد المرة الثانية أيضا. فريق نادي السد وفالبيانو، والكرة في المرمى، والهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي. مهند عسيري يسجل هدف أول لمصلحة نادي السد بشكل سريع ومفاجئ لمدافعي فريق نادي السد. يتمكن مهند عسيري من تسجيل هدف أول لمصلحة فريق النادي الأهلي. لاحظ الكرة يوم لعبت الكرة، تبحث عن تسجيل الهدف الثالث، الأهلي يبحث عن تسجيل هدف التعادل، والكرة الرأسية مباشرة بغداد بونجا، ضربة الحرة المباشرة لمصلحة النادي الأهلي. الكرة في غاية الخطورة، خرج سعد الشيب من مرماه، تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة النادي الأهلي. الخط مهند عسيري والسداوية يحاولون الآن تسجيل الهدف الثالث. الكرة وما بين النادي الأهلي السعودي، محاولة أهلاوية، كرة لعبت ولكن تمر من الجميع بسلام إلى ضربة مرمى لمشاركة هذا اللاعب حمدان الشمراني تقدم في الجهة اليسرى، ومرة أخرى التسديدة حاضرة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. عودة هذا اللاعب منصور الحربي لاعب النادي الأهلي من كلا الفريقين، لأن الرغبة والحافز كبير كما ذكرت. القادم ما أدري لمن هذا، شافي يرسل الكرة تحول من بغداد بنجاح، ولكن في راية مرفوعة وعلام في الشوط الأول. والآن يتألق الأهلاوي السعودي، ومحاولة فرصة النادي الأهلي بعد أن سجل هدف تقليص الفارق، يحاول أن يسجل الهدف، يعمل الشيء الحقيقة للسد في الشوط الأول وكذلك الشوط الثاني. وانت تلاحظ معي المحاولات الأهلاوية تتواصل، والتفوق الأهلاوي فريق في هدف بتسجيل هدف تقليص الفارق. الكرة سريعة لكن تسلل مرة أخرى بغداد، والنادي الأهلي الذي يقدم مباراة جيدة، والتسديدة يرفعها اليمنى. 2 من الإمارات، 2 من قطر، 1 من السعودية. سقوط امامك على ارضيه الملعب. بغداد بنجاح دائما يطالب بضربات جزاء. حكم المباراه حكم الخبر الاسترالي، يعني طبعا الفريقين اللي امامك. محاوله السد، مصعب خضر ممكن يعني حسن احمد اللاعب المهاجر، واداء في هذه الدقائق. كره خطيره للاهلي، لا زالت خطيره، يخرج سعد الشيب وينقذ الموقف، والكره تضيع. محاوله الزعيم، يتقدم حامد اسماعيل، يلعبها اليسرى، اكرم عفيف يتقدم، يتاخر اكرم عفيف ويعطي الاهلي يدافع مع مجموعه كبيره، وتسليم جميل من شافي، والكره تحول القطري مرتضى كونجي. محاوله الاهلي، الكرات اللي يتبادلها فريق النادي الاهلي.